تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو وملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل اللي هنقوله إن عندما يدخل الأستاذ الفنان الشاعر كنت طالب متفوق يا فندم؟ كنت متفوق. ايه اكتر مادة كنت بتحبها؟ اكتر مادة كنت بحبها التاريخ. الله، امال بتعمل ايه هنا؟ بتعمل ايه هنا؟ بتشمس. التاريخ فيه عبارة عن سجل الإنسانية بكل ما تعنيه الكلمة ديت. لا أنت لما تقول مصطلحات هتبهرني يعني تبقى مهندس؟ أنا الكلام ده قعدت 50 سنة أدرسه وأقول ليه البلد دي كده. أنا بقالي 50 سنة بتعلم يعني إيه دولة. 50 سنة. حر من النسيان على الإفيه ده يا فندم. الإفيه هيعيش، هيعمل زي مدرسة المشاغبين، هيعيش 35 سنة. والله يشهد على ذلك. أنا عايش نايم صاحي بيها، نايم صاحي حتى من قبل ما أبقى موجود في المكان ده، صحيح من سنين طويلة فاتت. خش في الموضوع على طول. يا سيدي أنت مالك، أخش في الموضوع ولا ما أخش؟ أنا بحكي للرجالة. الحقيقة أنا معلم، يعني لو هتعدي القصة إحنا عارفينها يعني. عمرك ما حلمت برئيس جمهورية؟ لا أنا ما حلمتش إن أنا في أحلام يقظة إن أنا أبقى رئيس، لا. أمال؟ يعني ببقى قاعد كده وبينزل عليا الوهم. أنا مع السادات بكلمه فبيقول لي أنا كنت عارف إن أنا هبقى رئيس الجمهورية. قلت له أنا عارف إن أنا هبقى رئيس الجمهورية. دي حاجات أسرار بقى. ففهمناها سليمان. يعني هو آتى سليمان القدرة على الفهم لموضوعات لا يفهمها الكثير. قلت له هو ده رأيي. ففهمناها سليمان. اللي ما يعرفش ومش عيب، أما إحنا عارفين إحنا بنقول ايه الحاجة اللي اتعلمتها منه وماشي بيها؟ الحاجة اللي اتعلمتها منه يعني إذا كان ده موجود، يعني إذا كانت موجودة عندي، يعني هو العطاء بلا مقابل. مش عايز حاجة. يقول لك أنا غلبان مش قادر، صحيح، وأنا كمان غلبان مش قادر. شوف حد يعمل كده؟ أيوة أنا بعمل كده. أنت بيجح قوي. لن نحط بطاقة تموين تاني لأكتر من فردين في اللي فات. في الجديد لا، مفيش. جه الوقت إن رغيف العيش أبو 5 ساغ ده يزيد تمن. سمسم أنت قلت حاجة؟ ويا ريت أكون أنا اللي قلت. بقدر الإمكان بنحاول إن إحنا يعني الإجراءات اللي بتعملها ما تبقاش تكسر ظهر المواطن، هي تتعبه. لأن في الآخر أنت عايز تبقى تعيش برضا. أنت مش عايش برضا. الحاجة غالية عليك وبتغلى. الراجل ده مش طبيعي. كان اللي نفسك فيه، انا عايزه اسمع نبض الناس بجد من غير تزييف. انا جايباه تقريبا يكون زي ما هو. ما عنديش اي مشكله، مش ما عنديش اي مشكله، والمفروض ما يبقاش فيها مشكله عند اي حد في الكلام. هي المشكله كلها في ايه؟ يلا قول قول. ايوه من حق الناس انها تعبر عن رايها، من حق الناس انها تعترض وتبقى في معارضه، صحيح، لكن كل ده الهدف منه في الاخر ان هو سواء كان التعبير عن الراي او المعارضه السياسيه، الهدف منها هو تحسين احوال الناس. محدش لام نفسه، محدش قال ايه انا عندي 5 عيال ومش عارف اكلهم. طب وانت بتجيب ال5 اولاد كنت عارف انك هتقدر تاكلهم ولا لا؟ انا رديت عليها قلت لها كده، طب انا عندي 100 مليون عايز اعيشهم، اعمل ايه؟ ده انت ده بقى في شغلانه. مش المهم بس بيعيش بيه، انت هتربيه ازاي؟ انا مش هاكل. وهتعلمه ازاي؟ انا مش عارف اعلم. فعشان تعملي تعليم بالجوده ديت، حضانه بالجوده ديت للعدد ده كله ببلاش، يعني من غير فلوس، الدستور بيفرض عليها كده. اللي عاوز يتعلم اهلا وسهلا، اللي مش عاوز يتعلم ابراهيم. كل اللي اتكلم في ده تعليم، صحه، اسكان، مرتبات، مش عارف اشغل، مش عارف اسكن، مش عارف اعالج. هو انا عارف حاجه؟ هو انا ابني همك شعبيتك ولا مش دي؟ في حاجه اهم. يعني انا هقول ان الشعبيه او يعني حب الذات، يعني عايز دايما يلاقي بريق المحبه في عيون كل الناس. حضرتك لقيته بشكل كان جبار. رسالة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح المكسيكي، عاوزين الأسعار تنزل يا ريس. وكنت بتراهن على الشعب حضرتك في الوقت ده؟ شوفي، مش ممكن يتجمعوا كده الا اذا كان في حاجه كبيره قوي جواهم جمعتهم بالطريقه ديت. غير مظبوط، ده امر لازم الناس كلها تتوقف، اصحاب الافكار واصحاب العقائد واصحاب ايه ده؟ انا عايز راجل وابن راجل يطلع يجاوبني على سؤالي، ايه ده؟ تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. وهنا هنقول كلمتين،
مرة يوم 30 وبعدين 1 و2 ويوم 3/7 وبعدين مرة كمان يوم 24/7. بطلب من المصريين طلب يوم الجمعة الجاية ينزلوا عشان يديني تفويض وأمر بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل. عمر سعادة الباشا عايز 20 ميكروباص لمدة الانتخابات بثواني. ماشي يا باشا، العربية بالسواق تعمل 200 جنيه في 20 يبقى 4000 جنيه في اليوم. مش حكاية مصر، دي حكاية عبد الفتاح. هي حكاية مصر مش حكايتي. ما كانش في مؤامرة أبدا. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. انت كده بتعمل انقلاب في توازنات المنطقه، بقولها لك. لو اتأمرت عليه بعد ما تولى يبقى انا اتأمرت على مصر، يبقى انا ايه؟ اتأمرت على البلد، اتأمرت على 100 مليون. عظمة المؤامرة. شوفي بقى، شوفي حنكة المؤامرة اللي مفيش فيها مؤامرة خالص. وانت ايه اللي جابك هنا بقى يا عم البوز؟ واحد بعيد عنك اتبل عليا قال ايه انا ضربته، مع انه والله ما ضربتوش، ده هو اللي ضربني. يا راجل من غير حلفان ما باين على وشك انه ضربك. فحضرتك نمت بقى يوميها ولا عملت ايه؟ يوم 3/7. فضفضت لمين؟ قلت لمين كده ادعي لي خليك جنبي؟ سألت مين؟ والله في المواضيع ديت انا بكلم فيها ربنا بس. سبحانه يا ولاد سبحانه. على اي اساس حضرتك بتختار الناس اللي هي بتمثل الدولة وتمسك؟ ايه الاساس بتاعها؟ محبوب. هي دي اللي تبقى الاساس والمعيار في الاختيار. وبر مريديه، يعني بحب والديه قوي. مناسب يعني اخلاق. انضباط كامل. طيب هو الظروف غير الظروف يا فندم. لا يا فندم، دول 6 ولادي وانا اللي معلمهم. نظافة اليد طبعا. انا ارد عليه بحاجه واحده، ايه هي لا بأمارة ايه؟ وقعت فساد موجوده في وزاره الصحه. انتوا شايفين اللي مؤاخذه المليارات زي الكوتشينه، المليارات يا دكتور مصطفى زي الكوتشينه. عليك يا بلد، الله عليك يا بلد. طبعا يكون ماهر يعني شاطر كفء. فالاداره بتاعتنا اثبتت مش ذات كفاءه تحقق النجاح المطلوب. منظومه الفساد. انا اقسم لك بالله انا كنت اتمنى يكون معايا 2 تريليون دولار. توزعهم علينا؟ لا انا ما احبش يا دكتوره ايه؟ افرق فلوس على الناس، ده كلام مش مظبوط. حقه. طبعا حقه. فلوس ايه؟ ده احنا اكتر حاجه عندنا الفلوس، ده احنا مش عارفين نصرفها في ايه. المصريين يتميزوا بايه؟ القدره على الاستيعاب، حتى العقل يعني فكر. السلام عليكم. صباح النور، صباح الورد، صباح الفل، صباح اقفلوا هكلمك تاني. هقول لكم على حاجه ليكوا يا مصريين كلكم تسمعوها، وانا كنت ما بقولش الكلام ده في العالم ابدا. انا هقول لكم على غلطه واحده او ثمن واحد دفعناه وهندفعه 2011. ايه يا كبير؟ انت مالك بقيت محبكها كده ليه؟ طيب هل الموضوع بتاع سد النهضه احنا متحركين فيه؟ لم يكن ابدا تبنى سدود على نهر النيل الا ب 2011. كونوا مطمئنين تماما في اثيوبيا، في السودان وفي مصر، كونوا مطمئنين تماما. بس يعني خلينا نسمع الراجل بيقول ايه. وبتقولوا لي ايه؟ حل يا سيسي وهات لنا الميه. طب ما انتوا اللي عملتوا كده. وانت كنت فين؟ تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد. القائد العام للقوات المسلحة، لقد كان تكريما وتكليفا عظيما أن شرفت بتعييني مديرا لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. وقد توجه الرئيس مبارك بعد ذلك إلى مقر قيادة الجيش الثاني الميداني. تكن تبنى سدود على نهر النيل. أنا بقول كلام في منتهى الخطورة بالمناسبة بقى. هو انت كل ما تتزنق تقول كلام مش مفهوم؟ كل الأجهزة قالوا لي لو سمحت ما تتكلمش، كل الأجهزة. طب هقول لكم حاجة، كادوا يعني يبوسوا إيدي، والنبي ما تعمل كده. كفايه بقى البوالي، كفايه بالله في ايه؟ وحياه ابوك كفايه، انا خايف تيجي في حاجه كبيره ما نعرفش نلمها، كفايه. قلت لهم اللي بيني وبين الناس الثقة اللي بين الراجل ده اللي صدقناه ومتأكدين انه مش تعالوا نلعب فيها. الثقة. يا عبدو. ايوه مين؟ تعالى لي يا عبدو. انت مين؟ تعالى لي فوق النخله يا عبدو. ازاي نلعب في الثقة؟ تعالى يا عبدو انا فوق النخله. انت فوق النخله؟ ايوه يا عبدو. حاسب لا ترطب وتقع. لما حد يجي يلعب في الحتة ديت ويقول لهم الراجل اللي انتم مصدقينه ده مش مظبوط، ده اخطر حاجة في الدنيا. يا
انت مش مظبوط يا اسمعي من فضلك لو سمحتي، من فضلك من فضلك يا فندم، من فضلك لو سمحتي يا فندم لو سمحتي. بعد اذن حضرتك بس يعني افسح المجال لسياده الرئيس. انا يعني لو سمحتي. مع السلامه، مع الف سلامه. مثلا صحيح لما يتقال يعني ان حاله وفاه كانت موجوده في احداث القناه، وبعدين يتقال لك اتاجلت 3-4 ايام لغايه لما نفتتح القناه. الله، بقى الراجل ده يعمل في اهل بيته كده؟ شوف اخويا، الوقت الحي ابقى من الميت، واخد بالك؟ ما هو ما يبقاش موت وخراب ديار. هو ايه اللي يعني انتوا فاهمين الكلام؟ قال لي احنا عندنا مشكله دلوقتي. قلت له خير يا فندم. قال لي افتتاح قناه السويس فاضل له يومين ووالدته ماتت، الواضح ان هو مش هيعلن. قلت له مش هيعلن؟ قال لي عشان المصريين دلوقتي مستنيين بقى الفرحه بتاع قناه السويس بقى، وقاعدين يفرحوا بقى المصريين بقى ايه قناه السويس وهنعدي بقى يا رجاله، واوعى اليورو والدولار. الوقت الامانه معانا، ومحدش من اهل الحاره ولا من المعازيم عارفين باللي حصل. انا بقول ناجل اعلان الوفاه، نداري الامانه جوه 3-4 ساعات من غير ما حد ياخد باله لغايه اما تلم فلوسك. اصلا الله، ده انت ما لمتش نص فلوسك لغايه دلوقتي. طيب واحده تانية، الراجل ده عمل المدفن ده، طب صحيح، طب على حساب مين؟ صارفين كام؟ حوالي 2 مليون و300. والله العظيم يمكن في الرقم او اكتر كمان، حاجه بسيطه. اروح للمواطن، احط ايدي في جيب المواطن. فانت حضرتك بتقبل انك تدفن السيده الوالده كمان على حساب الناس؟ يا راجل دي هتتحاسب. وكمان بتدفن السيده الوالده بفلوس الدوله، بفلوس البلد. ليه؟ طب اقول لكم حاجه تاني، لما رحت الرئاسه فقالوا لي تحب تتغدى ايه؟ قلت لهم مش اشمعنى يعني، فانا اصل كل اللي في الرئاسه بيتغدوا على حساب البلد بالقانون. بالايه؟ بالقانون. ما بتعديش انت يا لولو، ما بتعديش حاجه. طب والله 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 لا انا ولا اللي في الرئاسه، كل واحد ياكل على حسابه. عايزين تسمعوا كلام من ده؟ عايزين تسمعوا كلام من ده؟ اسمعكم. كمل يا بيه. طيب قصور رئاسيه. امال ايه؟ انا عامل قصور رئاسيه وهعمل. الحقيقه المره دي صعب ان احنا بنقول للناس يا جماعه نتحمل، نربط على بطننا علشان الدنيا تعدي. الدنيا منيله ب60 نيله. شايف عمايلك السودا وصلتنا لايه؟ وكل الناس تتدارى، الاعلام يتدارى والصحافه تتدارى وكله. هنعمل ايه بقى؟ ما هو ايه ده. شكرا. بس خلاص يا باشا، ما تكملش، انا اقتنعت. انت اللهم صل على النبي عليك يا باشا، دماغك جامده قوي. هو انا فيا غير دماغي خميس؟ 5 بالحب.